مباراه امتدادا للعروض السيئه اللي بيقدمها النادي الاهلي من فتره دوري السوبر الافريقي او من بدايه مباراه سيمبا. بعد مباراه سيمبا في ماتش الذهاب احنا شفنا ان الاهلي شكله اختلف تماما، والاهلي ابتدى يقدم عروض سيئه، بل بالعكس مستوى الاهلي ابتدى ينحدر للاسفل، سواء على مستوى اللاعبين او على مستوى المدرب وافكار المدرب في الملعب بقت عامله ازاي. نيجي الماتش النهارده اللي هو كان بالنسبه لي كارثه. كان كارثه ليه؟ لسبب بسيط. النادي الاهلي النهارده يعتبر، خلينا نتكلم على الجزء الامامي او المثلث الهجومي الامامي اللي هو كان بيتكون من بيرسي تاو واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. انا مش فاهم ان ازاي العب مباراه زي دي من غير راس حربه. تمام. نيجي طبعا لموديست هنتكلم عليه في الاخر، لكن مشكله النادي الاهلي كلها كان ان النادي الاهلي معتمد اعتماد تام ان امام عاشور هو اللي يوصل الكوره للثلاثي الامامي طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر وبيرسي تاو. لكن المشكله في حاجه، ان ليه احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ظهروا بالمستوى ده اللي بالنسبه لي ما كانش مرضي نهائي؟ لسبب بسيط جدا، لان انت كنت بتلعب بكريم الدبيس. كريم الدبيس ما عندوش نفس القدرات الهجوميه اللي عند علي معلول، ففي نفس الوقت مش هيقدر ان هو يشغل احمد عبد القادر. تمام. ففكره ان انت توصل الكوره من على الاطراف او من عند الباكات دي ما بقتش موجوده. تمام. مع ان كريم الدبيس انا كنت شايف ان النهارده هو مستواه جيد الى حد ما، لكن كابتن احمد عبد القادر، انا عندي سؤال مهم جدا لحضرتك. النهارده احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، ودي سبب المشكله اللي حصلت للنادي الاهلي في المباراه كلها لغايه لما التبديلات نزلت، ان احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر الاثنين كانوا مستنيين ان الكره توصل لهم. يعني ايه؟ ان انا هقف في مكاني، انا حتى مش هحاول ان انا انزل اجيب الكوره، لا الكوره توصل لي لغايه عندي. وفي الاخر لما الكوره بتوصل، ان كابتن احمد عبد القادر بنشوف ان هو يقعد يحنكش بالكوره اللي مالهاش 60 لازمه، اللي من وجهه نظري وبلسان كل الاهلاويه لو احمد عبد القادر فضل بالمستوى ده لغايه نهايه الموسم، احمد عبد القادر يمشي من النادي الاهلي. لان مش حكايه ان انا لعيب مهاري وبعمل حركتين في الملعب وخلاص على كده، لا، انت فين انتاجيتك في الملعب؟ ما حسين الشحات مهاري لكن عنده انتاجيه في الملعب، لكن احمد عبد القادر مش مركز في اي حاجه في الملعب غير ان هو يمرقص فلان ويمرقص علان. طب على ايه؟ النادي الاهلي بيستفاد من اللي انت بتعمله ده؟ مفيش اي استفاده للنادي الاهلي. النهارده انت لو جيت بصيت، اكتر واحد كان مموت نفسه في الملعب كان بيرسي تاو. كان بيرسي تاو مش عارف ينزل يجيب الكوره منين. يعني المفروض انا المهاجم، انا اللي ابقى واقف مكاني والكوره تجيلي، محدش فيهم كان عارف يخلق له اي فرصه. الوحيد اللي كان بيشغل بيرسي تاو كان امام عاشور، وتلاقي بيرسي تاو بينزل تحت عشان يسند مع امام عاشور عشان يجيب الكوره. مروان عطيه، بالمناسبه مروان عطيه كان سيء جدا جدا، ومش من المباراه دي بس، لا مروان عطيه بقى له 5 مباريات سيء، الكوره بتتقطع منه بشكل مبالغ فيه. تمام. النهارده كنا شايفين ان مروان عطيه ما كانش موجود نهائي، لما كوكا نزل سند شويه، فانت بقى ابتديت تلاحظ ان خلاص ديانج ابتدى يزيد لقدام شويه، مع ان زياده ديانج ما كانتش بالشكل المثالي. ليه؟ لان كابتن ايمن الرمادي، مبدئيا نتكلم على سيراميكا، ان سيراميكا فريق مليان نجوم، ومليان نجوم على مستوى عالي جدا من الموهبه ومن المهاره. يكفي ان انا اقول لك ان عندهم لعيب اسمه محمد ابراهيم، وطبعا الناس اللي بتفهم في الكوره عارفين مين هو محمد ابراهيم. تمام. غير كده ان هو عندهم سلاح مهم جدا اسمه احمد القندوسي. تمام. لعيب مهاري، لعيب بيعرف يراوغ، لعيب بيعرف يسدد، لعيب بيحرك الفرقه كلها. تمام. غير ان هم عندهم جون ايبوكا اللي سبب مشاكل مش طبيعيه للاعيبه النادي الاهلي. انت لو جيت بصيت النهارده ان معظم الانذارات اللي خدها لعيبه النادي الاهلي بسبب مهاره لاعيب سيراميكا وبسبب جون ايبوكا، لعيب مزعج جدا جدا جدا. تمام. انت كنت تلاحظ ان جون ايبوكا حتى لما بينزل لنص الملعب وبيأخر نفسه كان بيفتح مساحه لزمايله. ليه؟ لان سيراميكا فريق منظم جدا هجوميا ودفاعيا، حتى عندهم حارس متألق كبير اسمه محمد بسام. تمام. انا وجهه نظري حتى ان في الفتره اللي فاتت اللي كان بينقص سيراميكا مدير فني بيفهم، وبصراحه مع كابتن ايمن الرمادي شكلهم اتغير تماما. وعشان نكون صراحه، ان انا ما بحبش اطلع جامد، النادي الاهلي لولا الطرد النادي الاهلي ما كانش هيكسب المباراه. لان هتقول لي طب ليه؟ هقول لك السبب بسيط جدا. الطرد اللي حصل بتاع رجب عمران خلى حسابات ايمن الرمادي كلها تتغير. ليه؟ لان لو جينا بصينا لغايه قبل الطرد ب5 دقائق كان يعتبر سيراميكا هو الاخطر. النادي الاهلي ما كانش مشكل خطوره كبيره جدا في الشوط الثاني. تمام. فسيراميكا لما سجل الهدف لا طمع في المباراه، وكابتن ايمن الرمادي طمع ان هو يكسب المباراه. تمام. وعشان بس نكون صراحه حقه، مستوى النادي الاهلي النهارده كان زي الزفت. مش هقول لك ولا جيد ولا جيد جدا، لا النهارده الاهلي كان مستواه زي الزفت، ما يعجبش اي حد. تمام. فالفكره ان انا طمعت في المباراه وحقه. تمام.
لكن بعد الطرد الحسابات كلها اتغيرت، ان انا لا اخرج بنقطه التعادل من النادي الاهلي تمام احسن من ان انا البس جول، او ان انا ازود العناصر الهجوميه اللي عندي، فنتيجه على حساب النقص العددي اللي موجود عندي اصلا من بسبب الطرد، ففي الاخر ان انا اخسر المباراه تمام. بعد الطرد انا وجهه نظري انت ازاي ما تلعبش؟ يعني سيبك ان مودست بامانه ربنا مودست مش لعيب وحش، لا مودست ما عندوش ثقه في نفسه. يعني النهارده كورتين سهلين جدا لمودست. اصل يا جماعه مودست مش كان بيلعب في الشرقيه للدخان، يعني مع احترامي الشرقيه للدخان واحنا جبناه من هناك، لا الفكره ان مودست كان بيلعب في بروسيا دورتموند، يعني الراجل ده لعيب تمام. اصل كان نادي بروسيا دورتموند مش هيجيب اي حد، فالفكره ان هو ما عندوش اي ثقه في نفسه خالص. لو جيت بصيت على الكوره الاولانيه اللي جات له، مش مقدر الكوره صح، ما عرفش يستلم الكوره، ما عرفش يعمل اي حاجه في الكوره، وطلع بالشكل المضحك اللي احنا شفناه ده. حتى في الكوره الثانيه اللي راوغ فيها حسين الشحات لعيب سيراميكا وبصاها لمودست، انت عندك تصرف احسن من كده مليون مره، لكن تلعبها بالضعف ده وفي الزاويه اللي واقف فيها محمد بسام، ده اسمه تهريج. انا لما بتفرج على الماتش قلت حاجه واحده بس، اقسم بالله قلت حاجه واحده، ان لو قفشه جه مكان مودست الاهلي هيسجل هدف. لان الضغط اللي عمله النادي الاهلي مع نزول طبعا كريم فؤاد اللي فرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي تمام، لان انت خلاص لقيت حد يعمل فرص ويخلق فرص للنادي الاهلي من ناحيه كريم فؤاد، والناحيه الثانيه بقى عندك حسين الشحات، وفي نص الملعب عندك قفشه، الكفه اتظبطت. طبعا مع حاله الطرد اللي كانت موجوده عند سيراميكا قلبت الموازين عندهم شويه تمام. لكن في المباراه ان انا اشوف المهاجم بتاعي منزله اخر 3 دقائق او 4 دقائق، دي كارثه. كارثه ان انا العب من غير مهاجم قصاد فرقه منظمه بالطريقه دي تمام. انت كنت بتلعب النهارده بمهاجم وهمي، لكن ما ينفعش العب بمهاجم وهمي قصاد فرقه زي دي، وفي نفس الوقت انا ما كنتش عارف اطلع بالكوره ان هم ضاغطين ومنظمين جدا. النادي الاهلي النهارده قدم عرض سيء جدا 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 تمام. لولا تالق الشناوي ولولا حاله الطرد النادي الاهلي كان ممكن يخرج بهزيمه اولى له في الدوري. ولكن احنا بنتكلم في فكره ان انت خدت اللي انت عايزه من المباراه، لا الاداء لازم يتحسن. مش اول ولا اخر بطوله النادي الاهلي يخسرها. ايه سبب المستوى ده؟ الناس لازم تسأل ايه سبب المستوى اللي بيحصل ده، ولازم الإدارة تتكلم مع كولر في التبديلات، أوقات التبديلات، اللعيبة اللي أنت بتنزلها في الملعب، كل الحاجات دي لازم الإدارة توجه ليها أسئلة لكولر. وفي نفس الوقت أنت جبت مودست، الإدارة في آخر الموسم تتحاسب على مودست ده، لأن هو أنا مقتنع اقتناع تام إن ده مش اختيار مارسيل كولر، هو وافق عليه لكن هو مش اختياره. مش فكره ان انا اجيب مهاجم ارضي بيه الجمهور وخلاص، لكن انا بدات اقتنع ان محمد شريف لو كان موجود ما كانش هيضيع كل الفرص اللي بيضيعها مودست دي. لان بامانه انا ما ينفعش انا فرطت في محمد شريف عشان اجيب مودست، ده تهريج تمام. واهم حاجه عند الجماهير طبعا الثلاث نقط، وقفشه لعيب سالك بطريقه مش طبيعيه بصراحه، ولما نزل ظبط الملعب، يعني اعتذر للجمهور واعتذر للاداره. وان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه باذن الله. شكرا.